بفيديو اليوم راح اعمل انبوكسنج لمايك احترافي من شركة دي جي اي، اسمه دي جي اي مايك ميني 2. طبعا هذا هو مثل ما شايفينه بالكرتونة، فراح اعمل له انبوكسنج. زدت هاي الكرتونة هيك بطلت تلزم. هذا هو المايك مثل ما شايفين. نفتح يا شباب، نحكي بسم الله، نفتح المايك. طبعا هذا صراحة راح يفرق كثير معي بالمونتاج وبالمحتوى، واذا حابين انكم تسمعوا صوت المايك خليكم لاخر الاشياء اللي بتحفظ الاشياء المواد. هاي الكرتونه بطلت تلزق. طبعا هون الاشي المهم اللي الكل بينتظروه عشان برضه نجرب صوته. وباخر الفيديو راح انزل تحت على الحديقه وابعد على مسافه عاليه عشان نختبر جوده الصوت. شايفين هذا طبعا بيجي معاه. او ماي جاد، هاي الاحتفاظ نساك منها. طلع مرتبين لك كل شيء بقلب هاي الشنطه عشان وين ما تروح وين ما تيجي تكون هاي الشنطه معك. طبعا مبدئيا بيجي عندك هون، الله عليك يا مراد، هذا جهاز المستقبل مثل ما شايفين. هذا بتشغله من هون، بضلك كابس كبسه زي هيك وبشعله، وهذا هو اللي بيتحكم طبعا بالمايك. واهم شيء يا مراد بكل هاي الطبخه كلياتها اللي هو المايك. الله عليك يا المايك. هي هذا الكل طبعا بيستعمل دي جي اي، والله طلع صغير كنت افكره صراحه اكثر من هيك. وهي طبعا عشان اذا بدي اشبكه مثلا على البلوزه، في هون عندك اللي هي المغناطيس. هاي مثل ما شايفين، هاي طبعا تركب على المايك. عشان تعطي افضل جوده للمايك لازم تركب عليه هاي. ليش؟ عشان يعني يكون الصوت فل احترافيه. حاليا راكب وانا بصير طبعا احكي من المايك بس اشبكه بورجيكم الصوت كيف. ما شايفين هاي وصله يو اس بي عشان اذا بدي اشبك المايك مثلا بشيء معين. وعندكم كمان هاي الوصله اذا بدي اشبكها بسماعه عشان اسمع صوتي واختبره. وهيك يا شباب بنكون فتحنا الصندوق كامل. بدنا ناخذ حاليا المايك وننزل على الساحه تحت نجربه ونشوف مداه، لانه بيحكوا انه بوصل ل 250. طبعا يا اخوان، حاليا مثل ما شايفين انا حنزلت اجرب المايك. خليت اخوي فوق بالدار. طبعا هو المسافة طبعا جدا كبيرة، هو على طابق ثالث بعمارة وانا بالساحة تحت. ومثل ما شايفين طبعا هذا صوتي هيك. طبعا بزبط هون مثل ما شايفين، برضو اشبك عليه المغناطيس بالبلوزة وبصير يلقط من ورا البلوزة. طبعا راح اروح اشوف اجرب امشي لابعد مسافة ممكنة عشان اشوف صوت المايك كيف طبعا بيكون شغال. طبعا انا هلا معطي ظهري للكاميرا عشان شو؟ عشان اشوف بلقط ولا بلقطش. وهيك اعطيت المايك وجهه للكاميرا. طبعا مثل ما شايفين هاي مسافه جدا كبيره، يعني فيها فوق ال 100 متر 150 متر. وطبعا في صوت حوالي بس ضجدجه وهيك، بس اعتقد انه مش طالع بالمايك. فهيك مثل ما شايفين برضه اعطيت وجهي حاليا للكاميرا، والمسافه فوق ال 150 متر رسميا. وراح اشوفه على المونتاج اذا اصلا انضبط ولا لا. فبس هلا بنحب اقول لكم طلعوا لي الفيديو اكسبلور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.